يعني ايه سبانينج تري بروتوكول وده بيعمل ايه؟ ببساطة ال STP بيحمينا من مشكلة اسمها اللوب، وخصوصا layer 2 loop. layer 2 loop بتحصل لما يكون عندي اكتر من طريق بين السويتشات والترافيك يفضل يلف في الشبكة بدون نهاية. يعني مثلا انا عندي هنا 3 سويتشات هوصلهم على شكل مثلث. يعني مثلا كده دلوقتي متوصلين على شكل مثلث مثلا، فده بيديني حاجة اسمها redundancy. يعني لو حصل مثلا قطع في الكابل ده، كده كده الشبكة شغالة، 3 سويتشات متوصلين ببعض. لو حصل قطع هنا برضو في طريق تاني يوصلني بالسويتش، يعني لو لينك وقع في لينك تاني بديل. هو ده الفكرة بتاع redundancy. لكن المشكلة ان وجود اكتر من طريق ممكن يعمل لوب، واللوب دي بتسبب حاجة اسمها برودكاست ستورم. يعني يفضل الترافيك يزيد في الشبكة لحد ما الشبكة تقع. هنا بيجي دور ال STP، بيختار افضل طريق بيخليه هو اللي شغال، هو الاساسي، ويعمل طريق تاني باك اب او احتياطي. ففي حالة ان الطريق الاساسي وقع، الطريق الاحتياطي يشتغل. فتعالى كده نشوف اللي حصل بعد ما وصلنا الكابلات والثلاث سويتشات ببعض. عندي فيه لون اخضر للبورد، وعندي لون هنا زي الاورنج ده بيحدد لي الطريق اللي مش شغال، والطريق ده هو الطريق الاساسي. لو احنا جينا مثلا وقطعنا الطريق ده، ايه اللي ممكن يحصل فيه؟ الطريق التاني اتحول الى اللون الاخضر. ده معناه ان دلوقتي الطريق اللي شغال هو الطريق ده. فكده احنا ما فقدناش الاتصال في الشبكة، الشبكة شغالة ومفيش اي مشكلة خالص. طيب تعال نرجع كده الكابل تاني، فهيحسب الحسابات وفي الاخر برضو هيرسى ان في طريق اساسي وفي طريق احتياطي. طب هو ليه اصلا عمل الطريق الاساسي ده والطريق الاحتياطي اللي هو ده؟ ايه الفرق وليه حسب الحسبة دي؟ في حاجة مهمة في السبانينج تري وهو الروت بريدج. الروت بريدج ده هو السويتش الاساسي اللي بيكسب في الثلاث سويتشات دول. الروت بريدج ده بيتم انتخابه عن طريق اقل بريدج اي دي. البريدج اي دي ده بيتكون من الماك ادرس والبريوريتي. يعني لو انا عندي البريوريتي بتاع كل الاجهزة بتاع كل سويتشات واحدة، وهي غالبا بتبقى افتراضيا واحدة. يعني مثلا لو دخلت على السويتش ده وعملت امر هنستخدمه كتير، show spanning tree، هنلاحظ هنا في حاجة اسمها البريوريتي. في هنا 32769 وهنا برضو 32769. في هنا حاجة اسمها الروت اي دي وهنا البريدج اي دي. الروت هو السويتش اللي تم انتخابه كروت، وهنا مكتوب this bridge is the root. يعني السويتش اللي احنا شغالين عليه دلوقتي هو السويتش رقم 2، هو ده الروت اللي تم انتخابه. طيب البريدج اي دي هنا بيعرض لك البيانات بتاع السويتش اللي احنا عليه دلوقتي. طبعا هو نفس الماك وهو نفسه الروت اي دي. طيب تعال نشوف الفرق على سويتش رقم 3. لو عملنا شو سبانينج تري برضو نفس الكلام، هنلاقي هنا بيانات الروت اي دي، البريوريتي بتاعته 32000، وبرضو البريدج اي دي اللي احنا عليه اللي هو سويتش رقم 3 برضو 32000. فاذا البريوريتي هنا متساوية. حتى هنا الماك ادرس بتاعه مختلف تماما. وهنا بيقول لي الكوست هنا التمن ايه اللي بيوصلني للروت اي دي. بيعتمد برضو على السلك او الكابل المتوصل بينه وبين السويتش. يعني فاست ايثرنت اللي هو متوصل دلوقتي الكوست بتاعه 19. لو وصلنا مثلا جيجا فهتلاقي الكوست ده اتحول الى 4، الجيجا هيبقى اسرع. فاذا عندي هنا بيانات الروت وعندي هنا بيانات البريدج اي دي او السويتش اللي احنا واقفين عليه دلوقتي. لما يتم انتخاب الروت بريدج او هو السويتش الاساسي اللي انا هوصل من خلاله للشبكة، يعني بخلي انا سويتش اساسي يوصلني بالشبكة افضل، يعدي عليه الترافيك افضل من كل الترافيك تعدي على كل السويتشات. يعني عندي مصدر واحد بس يعدي عليه الترافيك افضل من كل السويتشات يعدي عليها نفس الترافيك ده. فبيكون عندي الادارة احسن.
لو عندي البريوريتي متساوية، تاني حاجة بنبص عليها لما نيجي ننتخب الروت بريدج وهو الماك ادرس. اقل ماك ادرس هو اللي بيبقى الروت. فاحنا لو شفنا هنا الروت بريدج والسويتش اللي احنا واقفين عليه، فاحنا لو جينا مشينا واحدة واحدة هتلاقي هنا 3 اصفار وهنا 3 اصفار متساويين. في هنا رقم 1 وهنا حرف البي. طبعا الواحد اقل من البي لان ده من الهكس ديسيمال، اللغة دي بالهكس ديسيمال. فالبي هنا بتعتبر هي رقم 11 في الهكس ديسيمال، لان حرف الاي هو رقم 10، فالبي هيكون هو رقم 11. وبنمشي كده لحد حرف الاف. فالمفروض ان واحد هو اللي اقل في الماك ادرس، فهنا الروت بريدج بيكسب الانتخابات دي. لكن المفروض في الشغل الحقيقي الافضل انك تحدد الروت بايدك، بدل ما تسيب الشبكة كده تختار عشوائي حسب الماك ادرس. يعني كده احنا شفنا ان ده هو الروت بريدج. طيب انا عايز اخلي ده الروت بريدج بايدي بقى. مفيش مشكلة، هدخل وزي ما عرفنا يا اما نقلل البريوريتي، يا اما يكون هو الماك ادرس بتاعه اقل من الكل فيبقى هو الروت. طيب هو الماك ادرس بتاعه مش الاقل. لو جينا شفنا هنا ده الماك ادرس بتاع الروت وده الماك ادرس بتاع السويتش. طبعا 0 وهنا في حرف الاي، طبعا الزيرو اقل من حرف الاي بكتير، فيبقى هو برضو اللي يكسب. طيب انا عايز بقى اخلي ده السويتش اللي انا عليه ده سويتش رقم 1 يكون هو الروت وما يكونش سويتش رقم 2. اعمل الكلام ده ازاي؟ ان انا اقلل البريوريتي. ما هي اما اقلل البريوريتي اقلل الماك، فانا بايدي ان انا اقلل البريوريتي. الكلام ده بيحصل ازاي؟ بدخل على السويتش واقول له spanning tree VLAN 1 priority، بعمل علامة استفهام بيجيب لي الارقام من 0 ل 61440. بس هنا بيقول لي بتزيد ب 4096، تخلي 4096 وبعدها الرقم اللي بعده تزود 4096. يعني مش هينفع 4097، لا 4096 تزود بعدها على طول 4096 كمان، فيبقى مثلا 8192. ده اللي هو الرقم التاني بعد، يعني ده اول رقم 4096 وده تاني رقم 8192. يعني مفيش 4097، مفيش 4100. تمام، هو بيزود كل 4096. فانا مثلا هختار 4096 مثلا، خلي البريوريتي بتاعته 4096. فالمفروض ان هي هتكون اقل من 32000. فلما انا عملت كده وجيت انت هنا لاحظت، نستناهم كده شوية وقت، ان حصل حاجة غريبة هنا، ان البورت اللي كان لونه اورنج تحول الى الاخضر، واللون الاورنج تحول الى هنا في الطريق ده. ولو جينا دخلنا على السويتش وقلنا له show spanning tree، هنيجي نشوف يقول لنا ان this bridge is the root، بقى هو الروت. ده كده اول حاجة في السبانينج تري، الروت بريدج. يجي دور البورتات بقى. كل بورت من دول ليها اسم. يعني مثلا لو جينا على بورتات الروت هنلاقي اسمها designated port، معناها ان دي البورتات المفروض ان هي فازت انها تعمل فورورد للباكيت، او ان هي يعني شغالة، يعني ما حصلهاش بلوك. فالديزيجنيتد بورت هي البورتات اللي فازت في الانتخابات وبقت ايه، شغالة في الشبكة. لو جينا لاحظنا مثلا على السويتش التاني ده، سويتش رقم 2، وعملنا شو سبانينج تري، هتلاقي فيه هنا بورت اسمه روت. البورت الروت ده اللي هو اللي رايح للروت، اللي هو فاست 0 على 1. طبيعي ان هو يبقى اسمه الروت، يبقى هو ده اللي رايح للروت. الديزيجنيتد بورت التاني ده هو بورت فايز برضو، هو ده البورت اللي كسب في الانتخابات بينه وبين السويتش التاني. يعني هنا لو لاحظت هتلاقي هنا لون اورنج، تمام، ده مقفول، ده خسر الانتخابات، وده اللي كسب. يعني ده الطريق الاحتياطي، بحيث ان لو حصل اي تلف في الطريق ده او الطريق ده هيشتغل بعديه على طول. فهنا ده designated port وده الروت بورت.
طيب النوع الثالث من البورتات اللي هنا لو قلنا show spanning tree هنلاقي في حاجة اسمها alternative، وهتلاقي الحالة بتاعته بلوك. ده المفروض ان هو يبقى البديل في حالة ان لو طريق حصل له مشكلة، هو ده الطريق البديل اللي هيشتغل مكان الطريق اللي واقع. طبعا البورت التاني هو الروت اللي واصل للروت سويتش. المهم ان الفكرة بسيطة او الفكرة واحدة، يعني ان انا بخلي فيه طريق اساسي وفيه طريق بديل. طيب تعالى بقى نعمل اختبار بسيط. لو انا رحت على السويتش ده مثلا ودخلت على الانترفيس اللي موصلني بالروت اللي هو فاست 0/2 وقلت له نو شت داون، اسف قلت له شت داون، فصلته، ايه اللي هيحصل في الشبكة؟ يعني انا دلوقتي فصلت الطريق ده، المفروض ان الطريق ده يشتغل، هو ده البديل بالظبط. هو ده اللي حصل، عندي طريق فصل في طريق تاني شغال. ولو لاحظت هنا لو جينا عملنا show spanning tree هتلاقي عندي طريق واحد بس اهو، هو ده مكتوب الروت من فاست 0/3 بيوصلنا للروت. برضو علشان نشوف حكاية الكوست اللي بتغير، لو جيت انا فصلت الكابل ده وصلت السويتش ببورت جيجا ايثرنت مش فاست ايثرنت، هتلاقي هنا لو جيت بصيت تاني عملت شو سبانينج تري هتلاقي هنا الجيجا وهنا برضو الروت، وهتلاقي هنا الكوست بقى 4. ليه؟ لان الجيجا اسرع من الفاست ايثرنت، فالفاست ايثرنت كان 19 والجيجا اسرع فالكوست بتاعه اقل بقى 4. طيب تعالى كده نشغل البورت تاني اللي احنا قفلناه، انترفيس فاست 0/2 وقلنا نو شت داون. بيحسب الحسابات تاني وبيعمل انتخابات، وفي الاخر هيرسل ان ده الطريق اللي موصلني للروت وده طريق موصلني للروت وده طريق البديل اللي في حالة ان الطرق الرئيسية اتقطعت هروح من الطريق ده. طبعا في سؤال تاني، لو انا عندي كذا فيلان، يعني مثلا احنا هنا استخدمنا الامر بتاع spanning tree فيلان، لو احنا شفنا config t شفنا هنا spanning tree فيلان 1 وغيرنا البريوريتي في الامر اللي فات. طب ليه استخدمنا فيلان 1؟ فيلان رقم 1 هي اللي موجودة على كل السويتشات وهي اللي شغالة، ما عنديش اي فيلان تانية، فبستخدم فيلان رقم 1. اذا السبانينج تري بيكون فيها الروت لكل فيلان. لو عندي كذا فيلان بيبقى كل فيلان ليها روت مختلف. يبقى الخلاصة عندي السبانينج تري بيمنع اللاير 2 لوب وبيختار روت بريدج، وبعدها بيحدد الروت بورت والديزيجنيتد بورت والالترنيت، وبيعمل بلوك للالترنيت بورت دي علشان يمنع اللوب في الشبكة. في الفيديو الجاي ان شاء الله هنكمل على السويتشنج وهنتكلم على الايثر تشانل. ولو الفيديو عجبك اعمل لايك وسبسكرايب وقولي في الكومنتات مين السويتش اللي طلع معاك روت بريدج. وفي امان الله.